السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي. اليوم راني جبت لكم وصفة بزاف شابة طلبتوها بزاف مني بالفيسبوك. وصفة المبرجة. مكونات يعني تاعها مضبوطة، يعني اللي جامي نجحت لها مبرجة تبعي هذه المقادير وراح تنجح لك ان شاء الله بربي. عندك هنا 3 كيسان سميد متوسط، عندك 2 ملاعق كبار لحظة، ربع كاس فارينة، ملعقة صغيرة فانيلا وقريصة ملح. نخلطوا المكونات الجافة مع بعض ونجيبوا كاس غير 4 سمن، نكملوا الكمية بالزيت. هنا انا مخلطين السمن مع الزيت، نخلو السمن تاعنا يدفى شويه، ما نديروش سخون، ونضيفوه بعد ما كملنا حركنا المكونات الجافة تاعنا. وصفة المبرجة هذه ما تستحقش يعني انها تقعد تريح بزاف ولا تديلكم وقت طويل، يعني في نص ساعة تكوني وجدتيها ووجدتي احلى مبرجة، تجي بزاف طرية وهشيشة، يعني تذوب في الفم. يعني راني متأكدة باللي ديريهم ما تندميش. المهم نبسس السميد تاعنا، يعني بالعقل ندخل مع هذاك السمن في السميد، ونجيبو هنايا الماء، ولا اللي تحب تليمها بالحليب، يعني كل وحده وكيفاش تحب. انا هنا ليمتها بالماء على خاطرش راني درت ديجا لحظه مع السميد، يعني درتهم هما الاولين. السميد دوكاتي كل وحده والسميد اللي تخدم به، كاين اللي ياخذ الماء بزاف، كاين اللي ما يديش الماء بزاف. انا هنايا السميد تاعي خدالي كاس غير 4 ماء، يعني وكل وحده والسميد تاعها وكيفاش داير. هنا راني جبت الغرس هنا خياتي ما فورتوش، لانه انا هذا الغرس راني خدمته في المنزل، يجي طري ويجي يعني منقي كيما راكم تشوفوا. يعني انا جبته من الثلاجه ديريكت وراكم تشوفوا كيفاش راهو. نضيف له هنايا غير كيما نص ملعقه صغيره تاع سمن فقط، هذا ما كان، ونعجن يعني ما نفوروه ما ندير له حتى حاجه، ديريكت نستعملو، لانه ديجا راني فورته راني خدمته انا، هذا صنع منزلي. المهم اللي تحب الوصفه ولا اللي راهي مهتمه بالغرس تخلي لي في كومنتار، وان شاء الله نديرو الفيديو مع بعض. السميد الفا، شوفوا العجينه هنا تاعنا بعد ما ارتاحت لمده 5 دقائق كيفاش راهي دايره. هنا اللي سقساتني على نوعيه السميد، نحب نقول لك انا خدمت بمولا الازرق. المولا بزاف انا هذاك نخدم به المبرجه، نخدم به المثقبه، نخدم به المقروط، نخدم به كلش. انا اي حاجه نخدمها بهذاك السميد راهي تنجح لي. المهم بعد ما ارتاحت لنا العجينه لمده 5 دقائق، نجيبو كيس بلاستيك باش يساعدني في الخدمه، ونبدا نخدم يعني كما راكم تشوفوا في الفيديو الطريقه التقليديه اللي نخدموا بها المبرجه. البنات هنايا الوصفه تاع المبرجه هذه وصفه يعني ماشي شرط ديروا فيها، يعني ديروا كلش كيما درت انا، يعني تقدروا تموديفيو، يعني اللي ما دارتش اللحظه في العجينه تقدر تعوضها تعجنها بالحليب، واللي دارت اللحظه يعني ما ديرش الحليب تعجنها بالماء. لافاني تحبوا ما ديروهاش، انا راني درت لافاني لانه نحب الريحه تاع لافاني كي تجي فيها. المهم هنا بعد ما حليت العجينه تاعي على شكل خبزه كما راكم تشوفوا، يعني الطريقه التقليديه نبدا نقطع فيها. هنا طريقه الحلانه تاع العجينه كل واحده وكيفاش، انا نحبها رقيقه. انا يعني في الوصفه تاعي في المبرجه ما نحبش كي يغلب السميد على التمر، نحب يعني كي التمر يكون غالب على السميد على العجينه تاعي. كل وحده كيفاش، كاين اللي تحبها خشينه، كاين اللي تحب التمر بزياده، كاين اللي تحب يعني كل وحده وكيفاش تحب. المهم انا هذه هي طريقتي ونقطعها هكا، يعني ما نحبش نقطعها زعما كل واحد كيفاش يقطعها على كل حال. المهم انا نحبها هكذا. شوفوا كيفاش تجي دايره، تجي بزاف يعني، وتجي شغل هكذا وتجي شابه بزاف، يعني سيوها وردوا لي الخبر، راني عارفه بلي مش راح تندموا، وعلى بالي بلي راح تستغناو على اي وصفه اخرى تاع برجه بعد ما تسيو الوصفه ديالي. ان شاء الله برك يعني تخلوا لي تعليقاتكم الايجابيه، يعني انا سياوها معايا اللي راهم متبعيني في الفيسبوك يعني يعرفوها وسياوها معايا، يعني انا راني شاركتها معاكم هنايا يعني باش. المهم هاي هنايا شوفوا المبرجة تاعي بعد ما وجدت، شوفوا شحال جات شابة الله يبارك، وجات بزاف هشيشة يعني تذوب في الفم، داك الغرس داخل بزاف يعني شباب. المهم البنات هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم، جربوها وردوا لي الخبر. الى هنا ينتهي الفيديو تبقوا على خير البنات، الى الملتقى، باي.